السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان. هذا الفيديو هذا سولتني واحد السيده على قالت لي هضري على التشققات ديال الراس ديال البزوله. سمعيني اختي، انا اولا كما قلت لك في الكومونتير بانني هضرت على هذا الشيء في واحد الفيديو في الفيديوهات اللي سبقوا، وسولتيني على ان الحليب ديالك ملي كتعصريه كيبان لك قليل. دونك ما فيها باس انا غنعاود نهضر على هاد التشققات، واخا كنت سابق لي هضرت فيهم. يعني رجعوا الفيديوهات القدام، الله يجازيكم بخير، راني هضر على هاد الشيء. يعني المواضيع اللي كتسوليني فيهم دابا راني ديجا هضرت فيهم. دونك ما فيها باس غندير هاد الفيديو هذا قصير باش نعاود لهاد السيده هذه على لي كروفاس ولا تشقق ديال الماملو ديال الراس البزوله. الوغ كيما قلت لكم بان خص هادشي باش ما يوقعش نبريباريوه قبل ما نولدوا. يعني المراه قبل ما تولد، يعني الشهر التالي منين تدخل في الشهر التالي، الشهر الثامن اولا في الشهر الثامن، من الشهر الثامن ان شاء الله تبدا تخدم الماملون ديالها باش غير بزويته، مثلا غير زويته فازلين كل جوج مرات في النهار، تبقى تماسي داك الراس ديال البزوله، منها انه كيرطاب ما كيبقاش قاصح، ومنها ان الراس البزوله كيخرج. دونك كتبقى تماسي في الصباح وفي الليل، الصباح وفي الليل هكا مدتها حتى تجي الموعد ديال الولاده، باش ملي كتولد المراه كتلقى داك الراس واجد، يعني رطب ما كيتشققش دغيا، والراس خارج، يعني البيبي كيلقى كيتسهل عليه انه يرضع بسهوله. هذه بالنسبه قبل الولاده. ملي كتولد وإلا حافظتي على هادشي اللي غنقول لك يقدر ما يتشقوش كاع. دونك ملي كتعطي البزوله، لان خصك تعطيه الا دوموند، وكل ساعه كل ساعه ونص، يعني يقدروا يتشقوا الا ما بقوت الجبيد. اول حاجه الغلط اللي كيوقعوا فيه العيالات هو كيعطيو غير الراس ديال البزوله للبيبي. ملي كتعطيه داك الراس ديال البزوله اولا ما فيش الحليب، لان داك القنوات ديال الحليب ما كاينينش في راس البزوله، كاينين لداخل. يعني خصك داك لو تور كامل، داك الماغون كامل، لي ماغون كامل يدخل باش اولا ما يتشقولكش، لان كيبقى يجبد بحال هذا، كيجبد الحليب ما كاينش، كيتشقوا البزوله باطل كتشقق لك داك البزوله هكاك زعما غراتويتمون. دونك شنو نديرو؟ ندخلو داك الماملون كامل الماملون يدخل باش البيبي كيرضع الحليب كيجيه، والبزوله ديالك ما يعني كيكون يعني ما كتشققش دغيا. ومنين تسالي الرضاعه كتحلبي واحد شويه ديال الحليب ديالك، دوزي على الماملون وتخبعيه هكاك، لان الحليب ديال البزوله سبحان الله العظيم، الحليب الام فيه بزاف ديال المنافع، منها انها كتحافظ على الراس ديال البزوله ما كيتشققش، يعني وحتى الا كان مشقق راه كداوي كتجمع داك لا سيكاتريس. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الراس ديال البزوله. الحاجه الاخرى اللي قلتي ان كنعصر وحليبي ما كاينش. اولا كتعصري واخا كيبان لك ما كاينش، البيبي ملي كيجبد تبارك الله راه كيجيه الحليب، زعما راه كيرضع، فهمتي؟ وراه كتبان فيه، يعني ملي كترضعيه وتحطيه هي يعني صافي حتى كيطلق منها، هو كيشبع، كياخذ داك الكفايه ديالو هذا. دونك ان ما تديش ماشي معيار انك تعصري بزولتك باش تقولي فيا الحليب او ما فياش. حاجه واحده اخرى، الا كان هذا سورتو داك اليامات ديال اللبن. دونك كما قلت لكم بان انك تعصري بزولتك ماشي معيار باش تعرفي باش عندك حليب ولا ما عندكش، سورتو اللبن الاول. من بعد ملي كيجي الحليب كيطلع حليب ابخي داك الثروازيام ولا السانكيام جور على حسب كل مرة، داك الساعه عاد الا شتي بان الحليب ديالك يعني بزاف ما كيعمروش، يعني داكشي قليل، انا راني درت فيديو على كيفاش انك يتزاد حليب ديال الام. درت هادشي يعني كتدخل فيه بزاف العوامل، التغذيه، الحاله النفسيه ديال المراه. يعني رجعوا لذاك الفيديو وغادي تعرفوا علاش كنهضر. يعني تشرب الماء بزاف، تشرب بزاف ديال المواد الغذائيه اللي كتطلع الحليب، وستريس، سورتو ستريس تحاول تبعد منه، وتحاول داك لونطوراج ديال المراه يعاونها باش ترضع في واحد البيئه سليمه وما فيهاش صداع، ما فيهاش المشاكل، ما فيهاش، لان الا كانت المراه ستريسي الحليب حتى هو كيقلال. هادشي اللي كنت قلت في داك الفيديو، وكنتمنى انكم ترجعوا للفيديوهات القدام، وراهم راني هضرت بالتفصيل على هذا الشيء هذا. المهم هذا كان فيديو قصير باش نجاوب هاد السيده هذه، لان غالبا غتكون يلاه دخلت للقناه ديالي، دونك ما كنتش عارفه. مي رجعي اختي لي فيديو وقراي وتفرجي فيهم، راني هضره على هذا الشيء هذا بالتفصيل. يلا تبارك الله عليكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.